كيف نستقبل شهر رمضان؟ كيف نستقبل هذا الشهر الطيب المبارك؟ كيف نستقبل درة الشهور؟ كيف نستقبل شهر الصيام؟ كيف نستقبل أعظم الشهور؟ كيف نستقبل موسم الطاعات؟ قال ربنا تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم والله، خير لك من العمارات، وخير لك من الدولارات، وخير لك من التجارة، وخير لك من الدنيا بأسرها، لأنه موسم الطاعات، لأنه موسم الطاعات لله تبارك وتعالى. إنه شهر تغفر فيه السيئات، إنه شهر ترفع فيه الدرجات، إنه شهر ينادي منادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. إنه شهر به ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. إنه أعظم الشهور عند الله تبارك وتعالى. نستبشر بهذا الشهر، نستقبل هذا الشهر بالفرح والسرور والاستبشار. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا إن في أيام دهر أحدكم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، عسى أن تصيبكم نفحة فلا تشقوا بعدها أبدا.